عشان تفهم نفسك وتفهم الناس اللي حواليك لازم الأول تبص للدنيا بعين تانية. احنا في زمن الفرجة وبس. احنا عايشين في زمن كل حاجة فيه بتشوفها بعينيك وبس، لكن ما بتدوهاش، محرم عليك. زمن شوق ولا تدوق، بتتفرج على الدنيا بعينيك وبس، ما بتخشهاش. هتخش جواها ازاي اصلا وانت كحيان؟ بنات حلوة في كل حتة، عربيات، ساحل شمالي، سفر، موبايلات، بيوت فارهة، قصور، نظرات بينك وبين واحدة وبدون فعل، صور وفيديوهات على النت لكل حاجة انت مش طايلها اصلا، شات بينك وبين واحدة. طب وبعد كده ايه؟ مفيش. شوية كلام. ستات عايزين يلفتوا النظر على النت وبالشارع، بيعملوا اي حاجة لدرجة ان هم بيعملوا فضايح. النتيجة بقى ايه؟ مخك انت بقى متعود انه يشوفه بس، ومن جواك مات. وده بيخليك تفقد طعم الحياة اصلا، زي واحد بياكل سكر كتير، ده اثر على براعم التذوق عنده، بقى لما ياكل الاكل الطبيعي ما يحسش بيه اصلا. طب الحل ايه؟ الحل انك ترجع تاني لنفسك وبسرعة. نظف دماغك زي ما بتنظف جسمتك كده. لازم تفلتر كل حاجة بتسمعها وبتشوفها. ابعد عن الحاجات التافهة اللي بتستهلكك وبتستنزفك على النت. كل الحاجات دي بتاكل منك، بتتغذى عليك انت. وابحث عن متعتك في الحاجات البسيطة، زي كوباية شاي، كابتشينو، اي حاجة كده لذيذة، شوية لب، قعدة حلوة، شوية شمس، تقرا حاجة جديدة، تتعلم حاجة حلوة جديدة تنفعك. لازم مخك يشتغل على مشروع حقيقي، على أرض الواقع. ما تعيش في الوهم. شوف انت حابب في ايه وموهوب في ايه واعمله. شوية رياضة، محتوى، مشروع، شغل، حاجة جديدة تتعلمها. كل ما تحط طاقتك في حاجة لها معنى، الحاجات الفارغة والتافهة مش هيكون لها مكان في عقلك أصلا، ولا في حياتك خالص. وفي آخر الليل لازم تسأل نفسك سؤال مهم أوي: أنا استفدت إيه النهاردة من يومي؟ اتعلمت إيه جديد؟ ولازم تجاوب على نفسك بصدق وبصراحة. كده هتعرف تعمل حاجة في حياتك. ما تنساش اللايك والاشتراك وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات.